المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية أقدمها لكم صلاح الدين حسين، والبدء بالعناوين. تنظيم دورة تأهيلية حول تطوير مركز المعلومات البيئية. تقييم إصحاح البيئة في عصب. تنظيم أسبوع رياضي وأكاديمي في الغاشبركا. افتتاح قمة العشرين في اليابان وسط الانقسامات. قتيل ومصابين في هجومين انتحاريين في تونس. والأرجنتين تعتقل 17 شخص وتتحفظ على 1000 قطعة سلاح. أهلا بكم مشاهدينا. نظمت وزارة الأراضي والمياه والبيئة في الفترة من 24 وحتى 28 من يونيو الجاري في العاصمة أسمرة دورة تأهيلية حول مركز المعلومات وكيفية الاستفادة منه للمساعدة في المتابعة البيئية وتنمية القدرات البشرية وتوقعات التغير المناخي عامة والمعلومات البيئية الآنية. وشارك في الدورة التي نظمت بالتعاون مع مركز الإرصاد الجوي ومنظمة الإيجاد واستغرقت 5 أيام، شارك فيها 26 عضوا بينهم 6 عضوات من وزارات الأراضي والمياه والبيئة والزراعة والثروة البحرية والحكومات المحلية، وكذلك أعضاء سلطة الغابات والحياة البرية. وألقى وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي غبرسلاسي كلمة أوضح فيها أن البيئة تؤثر على كافة المخلوقات ويمكن خسارة الكثير نتيجة عدم توفير معلومات دقيقة، داعيا المشاركين للعمل الجاد مستفيدين من المعلومات المكتسبة وتطويرها على أرض العمل. وفي التوضيح الذي أدلى به السيد كفل مريم سبهاتو أحد المشرفين على الدورة التأهيلية ومنسق إدارة الحوادث بمنظمة الإيجاد، ذكر أنه رغم أن 10 دول أفريقية بينهم إريتريا أنشأت مراكز للمعلومات البيئية إلا أن فعاليتها لم تكن بالمستوى المأمول، موضحا بأن الدورة تهدف إلى تنشيط وتفعيل وتطوير تلك الأنشطة. وقال السيد كفل مريم أن الهدف من الدورة ليس تطوير الكفاءة البشرية وحسب، بل توسيع مراكز جمع المعلومات البيئية التي كانت محصورة في موقعين بإريتريا والقيام بالاستعداد اللازم لكونه يهم كافة القطاعات. من جانبها أشارت الشابة فيولا أوتينيو خبيرة المتابعة البيئية القادمة من كينيا إلى أهمية التنسيق في جمع المعلومات البيئية، موضحة بأن الملاحظة الدقيقة وجمع معلومات شفافة فيما يتعلق بأوضاع الأرض يتطلب تطوير القدرات البشرية ونشر مراكز المعلومات البيئية. وفي الختام أوضح الدارسون أهمية الدورة في عملهم اليومي، مناشدين لتنظيم دورات مماثلة حسب المستوى وتطويرها أكثر. عقد اجتماع في مدينة عصب في 26 من يونيو لتقييم تنفيذ قرارات منتدى إصحاح البيئة الذي نظم على مستوى إقليم جنوب البحر الأحمر شهر فبراير الماضي. وأوضح المدير العام للخدمات الاجتماعية السيد حمد علي في افتتاح الاجتماع الذي شارك فيه مدراء المديريات وممثلو وزارات الصحة والتعليم أن إصحاح البيئة المجتمعية يتحقق بالمشاركة الشعبية الواسعة، داعيا كافة الجهات الشريكة المساهمة لإنجاح البرنامج. وأهب الاجتماع التقييمي بتقوية التوعية والتنسيق لتنفيذ فاعل للبرنامج الذي لم يكن بالمستوى المأمول في جميع المديريات. وقدم حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي توضيحا موسعا حول أهمية برنامج إصحاح البيئة، مشيدا بالنتائج المحققة وحث على تنفيذ أعمال تضع الاعتبار لتضاريس ومناخ وطبيعة الحياة المعيشية للسكان. هذا وكانت وزارة الصحة في منتدى إصحاح البيئة الذي عقدته في عصب يومي 14 و15 من فبراير الماضي قد وضعت جدولا زمنيا لإكمال البرنامج حتى عام 2020. نظم في الفترة من 23 وحتى 25 من يونيو الجاري في مدينة بارنتو بإقليم الغاشبركا أسبوع التعليم الأكاديمي الطلابي. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. نظم في الفترة من 23 وحتى 25 من يونيو الجاري في مدينة بارنتو إقليم الغاشبركا أسبوع التعليم الأكاديمي الطلابي. شارك فيه أكثر من 1160 طالبا قدموا من المدارس المنتشرة في 16 مديريات بالإقليم، وشملت على علم التدريس وأنشطة ثقافية ورياضية.
وأوضح مسؤول الثقافة والرياضة في مكتب التعليم بالإقليم الأستاذ سلومون تغلى هيمانوت بأن الأسبوع الذي افتتحه حاكم الإقليم القاشبركة السيد فساهية هيلة بإداءة شعلة يجري تحت شعار تأمين التنمية الوطنية بالكفاءة التعليمية، يهدف إلى اختتام البرامج والأنشطة التي كانت جارية على مستوى المدارس والمديريات بمستوى الإقليم. وتمحورت فعاليات الأسبوع على المنافسات الموسيقى والدراما وعلم الآداب في المجال الثقافي، ومنافسات المعلومات العامة وفن المناظرة والخطابة في المجال التعليمي، ومنافسات كرة القدم والطائرة والسلة وألعاب القوى وسباق الدراجات الهوائية في المجال الرياضي. وألقى مسؤول مكتب التعليم في إقليم القاشبركة الأستاذ محمد علي إبراهيم كلمة أوضح فيها أن مركز النظام التعليمي الأكاديمي الوطني يرتكز على الطالب ومساهمته الفعالة، لذلك ينبغي مواصلة تلك الأنشطة بفعالية. في الختام ذكر المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد فرانكو كوبابا بأن العروض المقدمة في الأسبوع التعليمي الأكاديمي تعكس وتصقل كفاءة وقدرات الطالب الكاملة، مؤكدا بأن إدارته تسعى لتعزيز أنشطة مماثلة. وفي الختام وزعت الجوائز على الطلاب والمدارس المتفوقة. خرجت مدرسة حلاي الفنية بالإقليم الأوسط 44 طالبا يوم 28 من يونيو الجاري بعد دراسة عامين في مجالات صيانة الحواسيب ومد شبكة الحاسوب والخراطة. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ رجوائيل تخلي أن مدرسة حلاي الفنية كانت تدرب الخراطة فقط منذ عام 2013 وحتى 2015، وبدأت منذ عام 2016 في إدخال دراسة صيانة الكمبيوتر ومد الشبكات الإلكترونية. وقال المدير العام لقسم التعليم الفني والمهني في وزارة التعليم السيد تسفاي سيوم أن الشباب الخريجين جزء من المرحلة الجديدة المبشرة، ويجب أن يكون دورهم مساهما بكفاءة واقتدار في خدمة شعبهم بتفان. وقدمت في المناسبة الجوائز والشهادات التقديرية للطلاب المتفوقين في مجالات دراستهم وكذلك المعلمين المساهمين في العملية التعليمية. هذا وتخرج مدرسة حلاي الفنية الدفعة السابعة هذا العام. تم التأكيد بأنه يجري العمل لتعزيز دور أصدقاء الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية من كافة قطاعات المجتمع لما يلعبه ذلك من دور رائد في تطوير المرأة وإسهاماتها، وذلك في الاجتماع التقييمي الذي عقد بمدينة كرن في 24 و25 من يونيو الجاري. وفي الاجتماع الذي شاركت فيه مسؤولات الاتحاد القادمات من كافة أرجاء إقليم عنسبة أوضحنا الدور البارز الذي لعبه أصدقاء الاتحاد في تغيير النظرة السائدة تجاه المرأة، إضافة إلى حملات التوعية المكثفة وتنظيم السمينارات الجارية عبر الاتحاد للحد من العادات الضارة والمتخلفة. وأشارت المشاركات في الاجتماع إلى تحقيق برنامج محو الأمية وتعليم الكبار تطورا ملحوظا، مطالبات بالعمل المنسق للقضاء على الأمية بالكامل. وقالت مسؤولة المرأة في إقليم عنسبة السيدة آمنة حسن في التوضيح الذي أدلت به أنه ونظرا لأهمية دور المرأة في المجتمع يجب الدفع بقوة فيما يتعلق بتأطير المرأة وكذلك حملات التوعية الجارية بالتعاون مع الشركاء حول سلامة الأمومة والطفولة. ودعت المشاركات المرأة وخاصة الشابات في سن المراهقة للقيام بأعمال جادة من أجل حل الإشكاليات التي تواجهنا بوعي، واضعات التغير السلوكي في الاعتبار. وقالت السيدة إحدى قاعندي هيمانوت من المكتب المركزي للمرأة أن تقدم البلاد وازدهارها يأتي ويتأكد عبر مشاركة المرأة الكبيرة، داعية المرأة كالعادة للكد من أجل تطوير نفسها بالعمل والتعليم. قام سكان ضاحية حكير بمديرية الصنعفية ببناء المدرجات في جبل إمبادرهو وإصلاح مساقط المياه والتشجير. وأوضح المشرفون على العمل أن العمل نفذ حسب البرنامج الموضوع ومشاركة يشاد بها من المواطنين. في غضون ذلك قام طلاب المدرسة الثانوية في مديرية عد خالة بغرس 450 شتلا. مشاهدينا نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.
افتتح قادة مجموعة العشرين قمتهم الجمعة في أوساكا باليابان، حيث يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات. وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ. وبدت الأجواء ودية في الدقائق الأولى، حيث ارتسمت الابتسامات على وجوه الزعماء خلال التقاط الصور التقليدية. وتركز الجلسة الأولى للاجتماع على الاقتصاد الرقمي، وستكون المخاوف بشأن الخصوصية والأمان مدرجة على جدول الأعمال. ومن بين كل اللقاءات الثنائية سيكون لقاء دونالد ترامب السبت مع نظيره الصيني شي جين بينغ عبارة عن قمة داخل القمة، تدور مواجهة بين بكين وواشنطن من أجل ضمان الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية في العالم. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قمتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناولت عددا كبيرا من الموضوعات، منها التجارة والاستثمارات وغرب أفريقيا ومكافحة الإرهاب وإيران. ذكرت الحكومة التونسية أن انتحاريين فجرا نفسيهما في هجومين منفصلين استهدفا الشرطة في العاصمة، مما أدى لمقتل رجل أمن وإصابة عدة أشخاص. واستهدف الانتحاري الأول دورية أمنية في شارع شارل ديغول بوسط العاصمة تونس. وقالت وزارة الداخلية أن رجل أمن قتل وأصيب 4 بينهم أحد أفراد الأمن. وبعد ذلك بقليل فجر انتحاري ثان نفسه قرب مركز للشرطة في منطقة القرجاني. وذكرت الوزارة أن الهجوم أسفر عن إصابة 4، وطوقت الشرطة المسلحة موقعي الهجومين. وقالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجومين. ووقع الهجومان قبل شهور من الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي ذروة الموسم السياحي الذي تأمل تونس أن يشهد عددا قياسيا من السائحين. شنت قوات الشرطة الأرجنتينية عمليات مداهمات أسفرت عن اعتقال 17 شخص في العاصمة بيونس آيرس وعدد من المناطق، بحسب بيان الشرطة الأرجنتينية الذي أقر أنه تم العثور والتحفظ على كمية كبيرة من الأسلحة النارية الخفيفة بلغ عددها نحو 1000 قطعة سلاح ناري. وبعد 8 أشهر تمكنت الشرطة من فك لغز تحركات المجموعة الإجرامية التي قامت بتهريب الأسلحة من الولايات المتحدة وأوروبا والأرجنتين قبل إرسالها إلى البرازيل عن طريق الباراغواي، حسب ما قالت شبكة يورونيوز الإخبارية. وسوف تساعد عملية حجز الأسلحة في الحد من أعمال العنف في باراغواي والبرازيل، حيث يستعمل مهربو المخدرات هذا النوع من الأسلحة، بحسب وزيرة الأمن الأرجنتيني. يتوقع أن تستحوذ أجهزة الروبوت على حوالي 20 مليون وظيفة في أنحاء العالم بحلول عام 2030، مما سيؤدي إلى توسيع نطاق عدم المساواة الاجتماعية، وإن كان سينعش الاقتصاد بحسب ما تقوله دراسة جديدة. وتقول المجموعة الاستشارية التي نفذت الدراسة وتدعى إكسفورد إيكونوميكس إن الروبوتات أخذت تنتقل من المصانع إلى قطاع الخدمات، وإن هذا سيصعب على العمال ذوي المهارات المحدودة العثور على وظائف في أي مكان آخر. وتؤكد الدراسة على أن النزوح الوظيفي الذي ستسببه زيادة استخدام الروبوتات لن يكون بنفس المستوى في أنحاء العالم أو حتى داخل البلدان. وقد استولت أجهزة الروبوت بالفعل على ملايين الوظائف في مجال التصنيع، وأخذت تتمدد إلى قطاع الخدمات. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.